حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في أول حصة وأول رحلتنا سواء ثانوية عامة سواء بكالوريا. وإحنا عارفين إحنا مصدعين نفسنا قوي موضوع الثانوية عامة سواء بكالوريا. الشاطر شاطر واللي مش شاطر مش شاطر. شاطر خلص ثانوية عامة، خلص بكالوريا بأعلى مجموع. مفيش حاجة اسمها سنة أولى ألعب وأهزر، مفيش حاجة اسمها سنة تانية وتالتة أبقى أهتم وأذاكر. لا، مفيش الكلام ده كله. المهتم بيهتم من أول دقيقة، واللي ما بيذاكرش ما بيذاكرش من أول دقيقة. فأنت خدها قاعدة في حياتك كده، طالما ابتديت مشوار كمله راجل لحد النهاية. طيب، هنبدأ إن شاء الله النهاردة ملخص جرامر الوحدة الأولى. هنبدأ جرامر الوحدة الأولى إن شاء الله، وهخلصه بعد ما اخلص كل جزء وحلينا عليه والدنيا تمام وتظبط. هخلص الجرامر وهنزله لك ليه مواعيد معينه. لو انت احتجت اي جزئيه تتشرح تاني ابعت لي في كومنت وانا هظبط لك الجزئيه دي. محتاج نشرح فوكاب، محتاج نشرح اي جزئيه في المنهج، انا معاك. بس انا شايف الاكثر طلبا او الحاجه اللي مطلوبه مني كتير ان انا اشرح الجرامر كريفيجن للطلبه اللي عندي. ان شاء الله كله يستفاد، ولو استفدت ما تنساش تفيد غيرك. اول حاجه نبدا بيها هو زمن الباست سمبل تنس. هو ايه؟ عباره عن ايه الباست سمبل تنس؟ هو عباره عن التنس ده actions that started in the past and finished، حاجه بدات في الماضي وايه وانتهت، مش موجوده دلوقتي خلاص. طيب تكوينه ايه؟ احمد visited، تصريف التاني للفعل، وفي اخر الجمله كلمه بتدل على الزمن. ممكن احطها وممكن ما احطهاش، بس طالما لقيت كلمه بتدل على الماضي لازم استخدم الماضي البسيط. الماضي البسيط بيتكون من الفاعل وتحط الفعل في التصريف الثاني. ايه التصريف الثاني للفعل يا مستر؟ قال لي انا عندي الفعل 3 تصريفات. التصريف الاول في المضارع، التصريف الثاني دي اي دي اي اي دي، التصريف الثالث دي اي دي اي اي دي. ده اسمه فعل منتظم. لو الفعل بتاعي غير منتظم لازم احفظ التصريفات بتاعته. التصريف الاول مضارع زي كلمه سي، الماضي منها كلمه سو، التصريف الثالث منها كلمه سي. طيب النيجاتيف بتاعي بكلمه did not او didn't. احمد didn't visit، خلي بالك ان انا رجعت الفعل V1، التصريف الاول مع كلمه didn't. يبقى انا لو هحط الجمله مثبته visited، لو هحط الفعل منفي هتبقى didn't visit. اوكي، لو انا هسال بكلمه did، بعد كده subject، بعد كده verb infinitive. did you tidy your room or did عمر do his homework؟ انا خليت tidy not tidied. اوكي، where did you watch؟ why didn't you stay؟ الاسئله دي لما اجي ارد عليها I watched هخليها في الماضي. يبقى انا عرفت منين ان هي في الماضي؟ من كلمه ايه؟ من كلمه did. طب اقدر استخدم was were في الباست سمبل؟ قال لي لو انا عندي الجمله بتاعتي باسيف هبدا بالاوبجكت اللي حصل في الفعل، زي a film was watched. هنا هم اللي شافوا الفيلم، زي watch ده فيلم ده معلوم، انما a film was watched ده مجهول. بدات باللي حصل بالفعل. طيب، وطبعا اقدر استخدم was were في زمن الماضي البسيط بشرط ان انا اقدر احط بعديه اسم صفه مكان اي تكمله غير الفعل. ده الماضي البسيط الباست سمبل. Yesterday, once, in the past, last, once upon a time, in ancient times, in 2011 طبعا ده تاريخ قديم. ago, the other day, previously. اوكي، the other day معناها مؤخرا او اول امبارح. اقدر استخدم كلمه always, usually, sometimes, never. الكلمات دي بتاعت المضارع البسيط اللي انت كنت حافظها، اللي هي ايه؟ الكي ووردز بتاعت البريزنت سمبل. لا، مفيش حاجه اسمها كي ووردز بتاعت البريزنت سمبل. دي اسمها adverbs of frequency، دي ظروف تكرار بتعرفني تكرار الفعل في انهي زمن، سواء هو مضارع او ماضي. اوكي، او future. سما always got up early when she was a student. when ماضي قبلها ماضي واستخدمت always got up early. طيب a week ago زمن ايه؟ زمن الماضي. I planted. Yes, excellent. A week ago an apple tree. الابل tree، انا هنا اللي زرعت الابل، انما هنا الابلز اتزرعت، هتبقى was planted. their animals yesterday، هما ما عملوش ايه للانيمالز؟ they didn't feed، عشان كلمة yesterday. طب their animals هتبقى weren't fed، لم يطعموا، حصل فيه فعل. احمد read an interesting story the other day. ايه ده؟
ما انا ممكن احط كلمه every day. ايه المشكله؟ هي اولا اول مشكله عندي ان دي كلمه واحده، المفروض every day تتحط كلمتين. خلاص دي مش مشكله عندي. بس احمد read، عرفت ازاي ان هي في الماضي؟ قال لي لو هي في المضارع هستخدم احمد reads، ده لو مضارع. ففي الماضي هتبقى احمد read، هيبقى النطق بس المختلف عندي. طيب خلي بالك ان كلمه just now لو جت في اخر الجمله كلمه this morning في اخر الجمله بتعبر على الماضي. خلي بالك من كلمه was were، لسه بقول لك was were ينفع نستخدمها في الماضي البسيط. قلنا he was at school yesterday، اللي بعده was at school اللي هو المكان، او في preposition او في adjective او في adverb على حسب اللي موجود عندك، او في noun، كل ده ينفع يجي بعد was وايه were. بعد كده خلي بالك من كلمه had، هي الماضي بتاع has او. طيب اول استخدام عندنا في الباست سيمبل هو كلمه was لو جه بعدها preposition plus place، ولو جه بعدها اسم او صفه. He was at school yesterday. He wasn't at school yesterday. طبعا ده النيجاتيف بتاع was كلمة wasn't، وكلمة was بتيجي مع ال I والهي والشي والات، هنستخدم معاهم كلمة was. كلمة were هتيجي مع ال we وال they وال you. اوكي؟ طيب كلمة has or have اهي في الماضي هتبقى had. She had lunch at 2 o'clock. She didn't have lunch at 2 o'clock. Did she have lunch؟ خلي بالك لما حطيت did أو حطيت didn't رجعت الفعل لأصله كلمة إيه؟ have. أوكي تعال نتدرب بسرعة على الكلام ده. عندي 5 أسئلة. حسن عندي at school، مفيش أي فعل عندي فلازم أستخدم كلمة wasn't. طب ينفع didn't be؟ مفيش حاجة اسمها كده. at school مفيش فعل في الجملة. أو did حسن be؟ لأ، هتبقى was حسن at school. طب امتى استخدم did؟ لو في اي فعل تاني غير كلمه be. where did حسن go؟ في كلمه did حسن go؟ لا، يبقى where was حسن. I had lunch at home yesterday. فين كلمه had؟ ما عنديش had، عندي كلمه hadn't ما تنفعش لان لازم يجي بعدها التصريف الثالث للفعل، فالطبيعي استخدم كلمه didn't have. طيب lunch at home yesterday وده سؤال، يبقى هبدأ بكلمة was أو were أو did. طبعا استخدم كلمة did you have، ما عنديش was were. خلاص لأن هنا did استخدمتها مع الفعل. طيب استخدامات الماضي إيه بقى؟ أول حاجة حدث بدأ وانتهى ولازم هتلاقي معاه وقت محدد. لما أكون بستخدم الوقت المحدد بستخدم وقت محدد في الماضي طبعا. I visited، I built، طبعا كلمة last for a day وكلمة ago. لما اجي اتكلم في سرد مواقف او بتكلم على قصص، بحكي قصة، هتلاقي كل الستوريز اللي عندك في الباست سيمبل ما عدا لو كوتيشن في عندك علامات تنصيص، ده كده بيبقى كلام مقتبس بيديني الزمن اللي هو كان بيتكلم فيه. The baby was called Oliver Twist. He was sent to the orphanage. If I studied hard I'd pass في حالة if التانية، في حالة if الايه؟ التانية. If I studied. طيب مين used to دي يا حاج؟ دي معناها habit in the past، عادة كانت في الماضي وانتهت وما بقتش موجودة، بقى موجودة عكسها. اوكي؟ طيب he used to swim in the sea معناها دلوقتي he doesn't swim in the sea. ممكن يكون swim in the pool، ممكن يكون swim في أي حتة تاني، إنما دي حدث أو عادة حصلت وانتهت وإيه؟ خلصت. She didn't used to wear glasses. خلاص يبقى هتبقى عادة ما حصلتش ودلوقتي بتحصل. يعني مثلا أقول لك إيه؟ I didn't used to wear glasses. لما كنت صغير أكيد ما اتولدتش بالنضارة دي. I didn't used to wear glasses. طب دلوقتي I wear glasses. It was his habit or her habit أو أحمد's habit to plus verb infinitive، ودي البديل بتاع كلمة used to. يعني it was his habit to swim in the sea، لما يجي يقول لك استخدم كلمة used هقول إيه؟ إحنا بنتكلم على إيه؟ his habit، يبقى هبدأ بكلمة he. It was habit to هشيلها وأحط مكانها used to. بعد كده swim in the sea.
طيب لو انا استخدمت قبل used to كلمة was أو were أحط بعدها على طول الفيرب ing. اوكي they were used to working in the sun أو أحط النون على فكرة. I was used to salty food أو eating salty food. طب إيه كمان يجي قبل used to وأحط بعدين الفيرب ing؟ كلمة got، كلمة became، كلمة grew، used to plus noun or verb ing. I got used to the freezing weather in Canada. Okay, I grew used to working on farm. أي حاجة قبل used to بنحط بعدها الفيرب ing ما عدا كلمة never. يعني كلمة never used to ما تحطش بعدها الفيرب ing. وخلي بالك النفي بتاع used to didn't use to. نحل. If we space by the sea we would go swimming every day. حالة if الايه؟ التانية. يعني أنا محتاج هنا past simple أستخدم كلمة left. When I was a student I used to. فين used to get؟ مش لاقيها. used to getting غلط لأن مفيش was وإيه؟ were. was used to get was موجودة أحط بعدها الفيرب ing يبقى دي mistake. was used to getting هي الصح عشان was used to يجي بعدها الفيرب ing. go for a walk every week. go for a walk every week. هنا ده عبارة عن إيه؟ عن سؤال فهسأل بكلمة did. he used to. فين did he used to؟ أهي. شوف أنا كنت هتلخبط فيها وآخد إيه did he use. طبعا لو مفيش to هتبقى mistake. طيب لو أنا دلوقتي عندي السؤال ده كده خلاص وقال لي awoke بس مفيش go for a walk يبقى was he used to awoke عشان was he used to يجي بعدها النوع. طيب notes دي مهمة جدا. you saw who stole the money yesterday. خلاص اقدر احط did واحط الفعل في المصدر يبقى you did see. you did ايه؟ you did see. ركز قوي في الحتة دي. I wish لو في فاعل لازم استخدم الماضي البسيط عشان يعبر عن البريزنت. ركز في النوت دي قوي. I wish Sama had enough time to help me now tomorrow. يبقى الكلام ده بيعبر I wish هجيب بعدها الماضي البسيط عشان يعبر عن البريزنت. سلمى ده معناها سلمى can't help me because she doesn't have enough time في البريزنت. شايف الجملة اهي معناها بريزنت كله اهو. يبقى I wish لو جه بعدها past simple احط يبقى ده بيدل على المضارع. It's time. It's about time. It's almost time. It's high time. فاعل ماضي بسيط. It's high time you returned home معناها you're still out معناها في المضارع. I'd rather you فاعل يبقى I'd rather بعدها فاعل خلاص احط الفعل بتاعي في الماضي. I'd rather you arrived on time معناها you don't arrive on time. طبعا I'd rather او I'd sooner الاثنين صح. طيب I'd rather go مفيش فاعل بدون فاعل مفيش فاعل خلاص. طب لو كلمة I wish to it's time to والفعل يبقى الفرق ما بين I'd rather و I wish اهو I wish I'd rather it's about time خلاص دول الثلاثة اللي عندي. I wish I'd rather يجي بعدها فاعل في الماضي I wish to it's time to plus verb infinitive. في حاجة ادفانس شوية ممكن تحط have والتصريف التالت للفعل. I wish to it's time to verb infinitive ده بيكسبرس ايه؟ الwishing و it's time. I'd rather تيجي من غير ايه؟ من غير to plus verb ايه؟ infinitive. طيب 2 months ago زمن ايه؟ ماضي.
تبقى I took prep 3 exams. صلاح and won، يبقى ده and won حدث حصل وايه وانتهى، يبقى انا بدور على الماضي البسيط كلمه join. Have many friends at my first school، مدرستي الاولى، يبقى I ايه I didn't. دلوقتي وصلنا لزمن ال past continuous tense، تكوينه ايه was a verb plus verb ing، والباسف بتاعه was a verb being plus past participle. اوكي والنفي بتاعه wasn't or weren't plus verb ing. زي ايه؟ احمد was reading a story yesterday evening، يبقى انا حدد ايه وقت في الماضي. طيب الكلمات الاستفهاميه بتاعتي what was احمد reading، والباسف بتاعه was aware being plus past participle. لو جاب لك في الامتحان اي حاجه was being خلاص وراح حاطط لك بعدها مكان او صفه، تبقى الجمله mistake. طب ما هو في was aware being اللي لازم يجي بعدها التصريف الثالث للفعل عشان تبقى باسف لايه الجمله الباست continuous. Some people on the farm from morning to afternoon. شايف from to أول كلمة تدل على الزمن، خلاص from to هنستخدم was working. It wasn't polite of him to interrupt what I was doing، اللي كنت إيه مستمر في فعله. What space you doing when I called؟ What were you doing when I called؟ كنت بتعمل إيه لما أنا ناديت؟ Some boys were fighting when the teacher entered the classroom. اوكي تعال نشوف بقى اليوسج بتاعته. اول حاجه ده بيعبر عن حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي، زي ما قلنا كده ايه last Friday امتى afternoon، يبقى ده حددنا الوقت امتى last Friday فاستخدمنا عشان كده was ايه playing. خلي بالك من كلمه while وas وايه when ومعاهم just as. اوكي دول هيجي بعدهم 2 past continuous. طب ده معناه ايه؟ ان الحدث ده كان مستمر اثناء حدوث الحدث ده. يعني ايه؟ while I was reading، لما انا كنت مستمر في القرايه، علي was watching TV. انا كنت مستمر في القرايه وعلي كان بيتفرج على التلفزيون، اللي انا قطعته ولا هو قطعني، كل واحد مستمر في الفعل بتاعه بس كان مستمر والفعلين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت، مفيش حدث حصل بعد التاني. while as when just as هيجي بعدها past continuous بعد كده past simple. لما الباست simple ده يحصل اثناء الباست continuous او يقطع الباست continuous. يعني while he was playing tennis match he broke his arm، هيكمل ولا وقف؟ يبقى الحدث ده وقف الحدث اللي كان مستمر. he broke his arm while he was playing a tennis match. اوكي طيب while ينفع يجي بعدها الفيرب ing، هنختصر بس ده ليه شرط ان فاعل الجمله الاولى يكون نفس فاعل الجمله الثانيه. while playing a tennis match he broke his arm. خلي بالك اصل الجمله he وايه وهي، فاعل الجمله الاولى يكون نفس فاعل الجمله الثانيه. while playing a tennis match he broke his arm. during يجي بعدها noun. during a tennis match he broke his arm. when يجي بعدها ماضي بسيط. when هيجي بعدها ماضي بسيط ماضي مستمر. when I arrived شاهد was watching cartoon. يبقى أنا قطعت الفعل اللي كان بتعمله مين؟ شاهد أو جزء من الوقت. during studying hours، خلي بالك من النوت دي. study عشان ما تجيش تقول لي during يجي بعدها الفيرب ing هو يا مستر، لا دي adjective لكلمة إيه؟ hours. خلاص ده كله على بعضه studying hours. لما اجي اقول لك ايه working hours، الحاجات دي كلها اسمها noun. I didn't waste any time. on هيجي بعدها الفيرب ing بعد كده يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي مستمر. on my arrival at my office the secretary was checking emails. خلي بالك الجمله دي فيها زي ما تقول ايه
لو انا حبيت ارجعها when I arrived at my office، يعني ايه اللي انا عاوز اوصله لك؟ ان انت لما تجيلك جمله my arrived ويجيب لك ايه during ولا on، رجع الجمله لاصلها. لو لقيتها راجعه when والماضي البسيط تحط كلمه on. طيب while in Alexandria I ate fish for lunch every day. while جه بعدها noun بس بشرط فيه ايه؟ فيه preposition سواء in او on او ايه؟ او at. while او on being past participle وده الباسف بتاعي while the food was being cooked. خلاص؟ معناها while being cooked او on being cooked the food smelled ايه؟ nice. طبعا كل الافعال دي ما اقدرش احط لها اي ان جي. يعني كل الافعال دي لو عندي كل الكلمات اللي تدل على الباست كونتينيوس وعندي اي فعل من دول مش هينفع احط له اي ان جي. كلمه لايك ما فيش حاجه اسمها لايكينج، dislike، love، hate، prefer، enjoy، want، wish etc. كل الافعال دي اسمها افعال feelings. طيب كل افعال الحواس زي كلمه hear، see، smell، feel، sound، taste، feel، seem، look etc. كل الافعال بتاعه الحواس بتعبر عن state verb اللي هو ما ينفعش احط له اي ان جي. المنتال state like realize، understand، know، mean، think اللي بمعنى رأي. يعني مثلا اقول لك ايه I think محمد is good ده رأيه، انما I am thinking in the problem يبقى انا قاعد بفكر في ايه؟ في المشكلة. يبقى ينفع think لو تيجي بمعنى تاني believe، imagine، recognize، remember، forget etc. طيب I was hearing mistake ليه؟ عشان ده فعل ما يقبلش الاي ان جي فاقول I hear the noise outside. I was seeing هنا بمعنى meeting. I was meeting an old friend when you called وهنا see مش بمعنى يرى، هنا بمعنى يقابل. I was having some pizza هنا بمعنى eating أو drinking. أوكي؟ إنما لو جت بمعنى ملكية كل أفعال الملكية ما ينفعش أحط لها أي إن جي. My car broke down اتعطلت not was breaking down لأن دي أفعال لحظية ما بتاخدش وقت كتير. While we were in the park our children were playing around us. مفيش حاجة اسمها were being لوحدها زي ما قلت لك من شوية بدون تصريف ثالث للفعل. يبقى أول جملة my car broke ولا was breaking؟ while I was at the club. فين I was؟ ندى when I rang the doorbell I felt sorry for waking her up. يبقى الفعل ده قطع الفعل ده، يبقى الفعل ده كان مستمر يبقى was sleeping. عرفت منين الفعل ده؟ بقول لك ان انا حسيت بالاسف ان انا صحيتها، يبقى الفعل ده قطع الفعل ده. ذا فيلم اسم ولا فعل؟ اسم، يبقى استخدم كلمة during. watching the film يبقى استخدم كلمة while. during yesterday's match most players were fit. قلنا مفيش حاجة اسمها were being بعدها صفة. I not my toys when I was young. I loved عشان دي feelings. Yes I loved my toys when I was young. I was writing an email to my friend when the telephone rang. استخدم كلمة while. طبعا ما ينفعش احط when while الاثنين في نفس الجملة، فهشطب when من هنا واروح حاطط كوما واروح حاطط while في الجزء ده. هتبقى while I was writing an email to my friend the telephone rang. I was asleep and I heard a loud cry. I heard a loud cry. استخدم كلمة ايه؟ while. هتبقى while being asleep I heard a loud cry. اوكي هنا انتهت رحلتنا مع الباست سيمبل والباست كونتينيوس. اتمنى اكون غطيت لك كل الاجزاء. لو في اي سؤال وقف معاك في اي حاجه انت محتاج شرحها مره تاني ابعت لي نوت صغيره او ابعت لي كومنت صغير قول لي يا مستر انا عايز شرح الجزء الفلاني او شرح جرامر، خلاص محتاج شرح فوكاب، محتاج شرح سكيلز، ابعت لي بس كومنت صغير وانا هعمل
هفلتر كل الكومنتس واشوف اكتر حاجه مطلوبه واعمل لها فيديو مخصوص. طبعا هننزل المواعيد بتاعه كل يونت او جرامر كل يونت، هنقول المواعيد بتاعته، يا ريت تتابعوه. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.